وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم بافلي البير مستشار عقاري. النهارده هقدم لكم مشروع مميز جدا جدا في التجمع الخامس منطقه الاندلس تحديدا. مشروع على مساحه 12.5 فدان. المشروع عباره عن 15 بيلدنج بس اللي مبنيين عليه. مشروع مميز جدا جدا لان المنطقه بالفعل زي ما انتم شايفين كده، ورايا قطعه الارض وجنبها سور في سور كومباوند ديار ريزيدنس، ساكن وعايش. منطقه متسفلته، شوارع متسفلته، فيها جميع الخدمات والمرافق. يعني مجرد ما هتستلم هتقدر ترنت الوحده بتاعتك لو انت واخدها استثمار، او تقدر تعمل ريسيل للوحده بتاعتك بكل سهوله، او تقدر تسكن في الوحده بتاعتك لقرب الخدمات اللي موجوده في الوحده. طيب ازاي اوصل لقطعه الارض دي؟ قطعه الارض دي في طريقين نقدر نوصل بيهم، وطريقين معروفين جدا جدا. الطريق الاولاني اللي اقدر اوصل بيه للوكيشن الكومباوند محور محمد نجيب، وده لو انا موجود مثلا من امام الجامعه الامريكيه وبكمل طوالي لحد ما اوصل لمحور محمد نجيب واخش من عند كومباوند لؤلؤه التجمع، وهكسر من جنب لؤلؤه التجمع هيوصلني لقطعه الارض بتاعتي. او الطريق الثاني عشان اوصل بيه للمشروع، لو انا هكمل لحد ما اوصل لميدان هايد بارك وهكسر من جنب ميدان هايد بارك، هيوصلني لقطعه الارض بتاعتي. طبعا الوصول لقطعه الارض سهل وبسيط زي ما قلت لكم، يا اما من محمد نجيب يا اما اكمل لحد ما اوصل ميدان هايد بارك. ده كده ازاي اوصل لقطعه الارض بتاعتي. طيب المشروع بتاعي بيقدم مساحات مميزه جدا جدا، من اول استوديو للناس اللي بتحب الاستثمار او عايزه حاجه تبقى ليها عائد. للمساحات اللي موجوده فيه، المساحات اللي موجوده فيه من اول استوديو بتوصل لحد 4 بيد، يعني متاح عندي غرفه، غرفتين، 3 غرف، واربع غرف دوبلكس. في 4 غرف طبعا الدوبلكس في معاه روف، وفي دوبلكس معاه جاردن، وفي دوبلكس في المتكرر في النص بنسميه لوفت. طيب ده كده بالنسبه للمشروع بتاعنا. الوحدات المتبقيه فيه مش كتير، قليله جدا. المشروع البرايسز بتاعته حلوه جدا 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 مقارنه بسعر المنطقه وبسعر السوق. البيمنت اللي نازلين بيها الفتره الحاليه من اميز البيمنت اللي موجوده في السوق كله. 7% مقدم والمتبقي على 7 سنوات، او 8% مقدم والمتبقي على 8 سنوات، وفي دفعه 8% بالنسبه للبيمنت 8%. ده كده بالنسبه للمشروع بتاعنا. الفاسيلتي بقى الموجوده في المشروع، عندي كوميرشال هاب بيخدم على المشروع من بره موجود زي ما انتم شايفين كده، وفي كمان الفاسيلتي اللي موجوده داخل المشروع للاونرز المقيمين في المشروع بس، زي النادي اللي هيكون موجود يخدم على المشروع، زي السويمنج بول، زي الجاردن اللي هتبقى موجوده في المشروع، طبعا التراك اللي للجري الناس تقدر تستخدمه، كلها الموجوده في المشروع. مشروع من اميز الفاسيلتي اللي موجوده فيه ومن اميز اللوكيشن اللي موجود فيها. ده كده بالنسبه للمشروع بتاعنا. طبعا لكل استفساراتكم واسئلتكم عن المشروع يا ريت تسيبوا لي كومنت، وانا هسيب لكم رقمي على الشاشه. مستني كل استفساراتكم واسئلتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. انا بافلي البير مستشار عقاري، واستنوني في فيديو جديد.